عليه مهرجان كرم. المجسم ده المفروض ان احنا نختار حيوان. الحيوان ده كانت فكرتي ان هو لازم يكون حيوان مصري. انا مشغول كل انشغالي طول الوقت ان احنا نعمل حاجات مصريه. فاخترت الحمار. اخترت الحمار لان لقيته هو الحيوان تقريبا الوحيد على ارض مصر اللي موجود من اول وجوده في مصاطب الاهرام وفي الدوله القديمه وشكاوى الفلاح الفصيح لغايه النهارده بنفس الوضع. لم يجد عليه جديد يعني. لا بقى حصان ولا اتدلع زي الكلاب واتعملت له فيونكات ومهرجانات ولا بقى ليه مقابر في نادي الجزيره ولا اتعمل له تراك سبق ولا خط حديقه الحيوان زي الحيوانات المفترسه او حتى اللي مش مفترسه يعني. الحمار هو نفسه غول المصري يعني هو رمز للسلام ومعروف طبعا الحمار رمز السلام والحصان رمز الحق. دي حاجه معروفه. لكن في نفس الوقت في بعض البلدان المتخلفه يعني زي مصر كده بيتهموه بالغباء وانه هو مش غبي ولا حاجه. لكن هو ليه بعض التصرفات الرعناء. فشغلني وبدات استخدمه هو كرمز للخير ورمز للشر في نفس الوقت. يعني في الحاجات اللوحات اللي انا عامل فيها الحمار خير كوسيله نقل كحد بيساعد يعني موجود. وفي حاجات بقى تانية بدأت أسقطه على رجل مثلا زي بتوع الحوندية كده بيتجوز بنته وهي عندها 15 سنة واحد وتبقى خليجي يعني عشان ياخد منه شوية فلوس. عشان واحد بدأت أسقطه على واحد ما بيبصش للمرأة غير شكلها الجسماني وما بيفكرش غير في السكس يعني. بدأت أسقطه على سلبيات المجتمع، بدأت أسقطه على أسلوب، على ضابط بيعذب مواطن في اسم شرطة. بدأت أسقطه على سلبيات كتير في المجتمع. لو تعالى معرض عن الحمار وهسميه بس الحمار يعني زي دونكي. زي دونكي بقى بيحمل السلبي وبيحمل الإيجابي.